أخباركم طيبين؟ أنا بختصر لكم الموضوع بسرعة عشان ما يخلص اسمه فيديو. يعني اتصال من عند شخص من منطقة، فما بذكر منطقة وين. فاتصل بي فلان، واحد اثنين ثلاثة، أنا فلان بن فلان، أباك تروح معي مسقط، وتشهد معي إني أنا ما عندي بيت، ما عندي شو اسمه، ما اشتغل وهالشكل. عين هالفكرة اللي جاتك ما لقيتني الا انا؟ شاف خيري شري عن كل هالامور هذه وانت تجيني؟ اسدني الله يذكره بالخير، اسدني اللي سواه فيني. انا اقول لك محتاج، لكن الشيء الغلط غلط، الشيء غلط افهمه الحين. ان الحمد لله اني فاهم الوضع، ولو ما سألت عنه وقالوا لي فلان كذا فلان كذا فلان كذا، كان انا ما يحتاج مع حد. اسأل الله الرحمة. والله هذا الشخص ما فكر فيني انا، ودر العالم كله ماشي الا انا. شوف، يوم واحد يبغى يورطك ما يتعب، لو انت في البيت يتصل لك في التليفون في البيت، تعال عندي مشكلة وابغى اورطك فيه، بس ماشي كلام ثاني، ما يعطيك كلام ثاني. المهم انا سألت عن ريال وقالوا لي ان الريال عنده مشروع فشل فيه ودخل فيه سجن. قلت وا ابوي، دخل في سجن؟ قالوا في سجن، حال متصل لي يبا واحد اثنين ثلاثة.